المسلسل اللي هي عاملاه مش عارفة ليه باحسّها ليّا أنا، مش عارفة ليه باحس إن المسلسل ده أنا. صف النية يا سوزي، كل سنة وانت طيبة. عملت نفسها مش عارفاها وبتقلدها في مسلسلها أعلى نسبة مشاهدة، لكنها ردت عليها بنفس طريقتها، طريقة التيك توكرز والبلوجرز، ونسيت إنها فنانة خالص. خناقة بين سوزي الأردنية وليلى أحمد زاهر قلبت الدنيا، فيا ترى ليه اتخانقوا؟ وإيه اللي حصل بينهم؟ هل فعلا ليلى بتقلد سوزي؟ اللي قالوه مفاجأة. المسلسل طلع اسم على مسمى، أعلى نسبة مشاهدة، وهو فعلا أعلى نسبة مشاهدة بالنسبة للجمهور، مش علشان ليلى زاهر مشاركة بدور قريب من الجمهور، ولا علشان هي ليها في تيك توك ومشهورة عليه، لا، علشان اتقال إنها بتقلد سوزي الأردنية، وهي سبب كبير في نجاح المسلسل لحد دلوقتي. فيا ترى بتقلدها فعلا؟ في خناقة حصلت بين سوزي وليلى، وزي ما ظهرت سوزي واتكلمت على مي كساب وعاتبتها إنها كان لازم تكلمها قبل ما تعمل مشهد الشارع اللي وراه في مسلسل العتاولة، ظهرت للمرة التانية بتتهم ليلى إنها بتقلدها، وإن شخصية نسمة في أعلى مستوى مستوحاة من الواقع، وإنها شخصيتها في الحقيقة، وقالت: أنا حاسة إن المسلسل ده بيتكلم عني، وشخصية ليلى دي أنا شخصيتي وأسلوبي وطريقتي، حاسة إني بتفرج على نفسي. سوزي عملت نفسها ما تعرفهاش وحاولت إنها تبين للجمهور إنها أول مرة تسمع عنها، وغلطت في اسمها وقالت ليلي، ليلى، لوليا، لكن ليلى ما سكتتش وردت عليها بنفس طريقتها، طريقة البلوجرز والتيك توكرز، وقالت: الفيديو ده اتبعت لي وكنت طالعة علشان أقول كام حاجة كده للزميلة سوزي الأردنية، أنا ما اسميش أي حاجة من الأسماء اللي قلتيها دي، أنا اسمي نسمة الكاريزما. ده طبعا اسمها في مسلسلها أعلى نسبة مشاهدة. شخصية نسمة الكاريزما سيطرت وأثرت بشكل كبير على ليلى، لدرجة إنها في العادي بقت بتتكلم عنها، وده من حبها للدور والشخصية، فبقت تتكلم كأنها لايف وبترد على أي حاجة حواليها، وبيكلمها وترد على التعليقات بتاعة الجمهور واللي بيبعتوه ليها كدعم، وده نفس اللي بيعملوه التيك توكرز بالظبط، وخاصة سوزي علشان بساطتها وتلقائيتها وبساطة الأحمدي اللي كل الجمهور عارفه عنها. ليلى شايفة إنها متغاظة ومتضايقة علشان قدرت تاخد منها الترند، وقالت لها: صفي النية يا سوزي وسيبيني آخد فرصتي واسترزق، ما انتي ياما خدت الترند أو على طول متصدرة. لكن سوسي ما سكتتش وقالت لها: الفيديو محدش بعته ليكي، انتي اللي شفتيه على التيك توك بنفسك، مهما تعملي مش هتكوني الترند، انا بس الترند، انا التيك توك كله يا ماما. بس سوزي طلعت جدع وبنت بلد برضه، ولمت الموضوع وعزمت ليلى على الفطار، قالت لها: مستنياك يوم الاربع بعد صلاة الجمعة، كطريقة للهزار يعني مش اكتر. ليلى ردت عليها برضه ولكن في التعليق وقالت لها: بحبك يا سوزي. الغريب بقى ان سوزي لحد دلوقتي اسمها متصدر الترند في 3 مسلسلات: العتاولة مع مي كساب، بيت رفاعي مع أمير كرارة، لما كان ماشي في الشارع وبيسأل واحد عن الشارع قال له: شايف الشارع اللي هناك ده؟ رد كرارة بآه، فقال له: الشارع اللي وراه. كمان أعلى نسبة مشاهدة في دور نسمة اللي قامت بيه ليلى. فيا ترى ليلى بتقدم شخصية سوزي في المسلسل؟ طب هل في باقي وتفاصيل المسلسل هنلاقي تشابه فعلا؟ هل ظهور التيك توكرز بإفيهاتهم دي هيساعد في نجاح العمل ولا العكس؟ شاركوني برأيكم في التعليقات.